بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حبيباتي المسكرين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده مختلف شوية علشان في هدية جات لي من احدى الناس اللي طبعا بتتابعني، حبايبي ربنا يا رب يكبر بخاطرهم. حبيت اشارك معاكم الفيديو النهارده، وطبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فانا طبعا بحب اشكر اي حد حتى لو جاب لي. بصوا، اقول لكم ايه؟ لو جاب لي مصاصه، عارفين المصاصه انتوا؟ لو حد جاب لي مصاصه كده انا بحب اشكرهم. ربنا يا رب يكبر بخاطركم، وكل اللي بيقول لي كلمه طيبه ربنا يجعله في ميزان حسناته وتترد له اضعاف اضعاف يا رب، اللهم امين. يلا حبايب قلبي ندخل على الفيديو، بس فضلا منكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. هنسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل على الفيديو على طول. تعالوا معايا كده اوريكم اول هديه تجيلي من على اليوتيوب. بجد والله العظيم انا فرحانه جدا جدا، وعايزه بقى كومنتات كتير تقول لي مبروك، وكومنتات كتير تقول لي ربنا يزيدك. يعني انا بفرح بالحاجات دي قوي. ربنا يكبر بخاطركم. بصوا حبايبي، انا جات لي شكاره المكرونه دي. هقول لكم ازاي جات لي شكاره المكرونه. وطبعا ما حدش بيجيب حاجه زي كده، بس والله الحمد لله جات لي شكاره المكرونه دي. اللهم بارك 10 كيلو، اللهم صل على النبي. مكرونه قلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني كان في حد بيتابعني من القناه الاولانيه وعارف ان انا بحب المكرونه بشاميل، فسبحانك يا رب فضل معايا لغايه القناه التانية. هو طبعا معايا على البيج بتاع الفيس، علشان كده هو وصل لي. هقول لكم كل حاجه دلوقتي، هقول لكم وصل لي ازاي. بصوا، هو بقى طبعا دي شكاره مكرونه، طبعا دي عندي بالدنيا وما فيها. والله العظيم تسلم ايديه وتسلم عينيه وتسلم رجليه اللي جت لحد عندي علشان توصل لي حاجه زي كده. ربنا يا رب يكبر بخاطره. انا هقول اسمه طبعا في خلال الفيديو، بس انا هوريكم بس الحاجه اللي انا بقى اشتريتها. فطبعا حبيت ادخل كله مع بعضه، ما حبيتش اطلع بس الشكاره. فقلت يلا بقى الحاجات اللي انا جبتها من السوق وكل حاجه اصورها برضو معاكم. بصوا حبايبي، انا جبت كمان كيس مسحوق اسمه باهي. الكيس ده حلو جدا وموفر. اللهم صل على سيدنا محمد. ب 65 جنيه. مش عارفه عليه خصم 20% او 30%. اللهم صل على سيدنا النبي، حلو جدا انا بستخدمه على طول. واللهم صل على سيدنا محمد. وجبت كمان 2 كيلو رز. الرز دوت عامل 24 جنيه. الرز رفع شويه بس رز نضيف ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا بقى الزرعتين القمر اللي انا جبتهم دول، ما شاء الله اللهم صل على النبي، شكلهم حلو قوي قوي قوي. الزرعه الواحده اللهم صل على سيدنا محمد ب10 جنيه. يعني انتوا متخيلين سعرها عامل ازاي؟ ما شاء الله. جبت الاتنين دول ب20 جنيه. وطبعا جبت بطاطا، وانتوا عارفين اختكم في الله بتحب البطاطا ازاي. يعني احنا طول موسم البطاطا، مش كل ما انزل السوق بشتريها على طول، كل ما انزل لازم اشتري بطاطا. اللهم صل على سيدنا النبي. وجبت كمان فلفل حامي، وجبت ليمون. الشويه دول كنت جايبهم ب2 جنيه ونص، يعني انا جبت ربع كيلو ليمون بسبعة ونص. الليمون عامل 30 جنيه. فاتبقى ال2 جنيه ونص، قلت له هات لي بيهم ايه؟ شطه. وجبت كمان عدس، وما تستغربوش على العدس، طبعا انا بحب اشتريه من دلوقتي علشان يعني الشتا طبعا قربت خلاص. ومحدش يقول لي لسه بدري، لا والله ده مش لسه بدري خالص. ده اليومين دول تفاريح، خلي بالكم هتلاقوا مره واحده كده الجو سقع، ويعني الحمد لله. فالمهم انا اشتريت ايه؟ كيلو عدس. انا مش قادره افتكر والله العظيم انا اشتريته بكام، عشان كنت جايبه في اليوم ده شويه حاجات يعني حلوين. اللهم صل على سيدنا النبي. قلت اشيله مش هيخسر، ومفيش اي حاجه بتخسر في البيت والله، طول ما مطبخك كده موجود فيه كل حاجه. يعني نقول الحمد لله، الرضا من عند ربنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبت كمان ربع شاي. ربع الشاي ده انا كنت جايباه ب55 جنيه. اللهم صل على سيدنا النبي. جبت بقى شويه بهارات، جبت كزبره، وجبت كمان كمون. الكلام ده انا بحب اجيبه حصى واطحنه في قلب البيت هنا. كنت جايبه تمن الكزبره، كنت جايباه ب15 جنيه. وكنت جايبه ب10 جنيه كمون. وجبت بقى بهارات لحمه على بهارات فراخ على توم باودر وبصل باودر. يعني شويه حاجات كده ايه، لزوم المطبخ. مش بجيب التوابل دي كتير علشان طبعا ريحتها بتغير فيما بعد، وطعمها بيغير، فانا بجيب على قد احتياجي، يعني اخلص واشتري تاني. اللهم صل على سيدنا النبي. كل حاجه كانت ب5 جنيه، ب10 جنيه، 15 جنيه كده. جبت البتاعه دي بقى مش عارفه اسمها ايه، انا نسيت اسمها. اللي هي يعني بتاعه المكرونه البشاميل والكيكه والبسبوسه والحاجات دي. سيليكون حلو قوي. جبتها ب20 جنيه. جميله ما شاء الله. وجبت ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا النبي. جبت بقدونس علشان في اليوم ده كنت هعمل اللهم صل على سيدنا محمد فراخ مشويه، كنت احطها بقى تحت الفراخ والحاجات دي. ايه تاني؟ وجبت كمان فلفل رومي، كان اخر 3 فلفلات. يعني الراجل حن عليا وادهم لي ب5 جنيه، يعني مش عارفه ازاي، ربنا يبارك له يا رب. ربنا يصلح حاله.
كان اخر فلفل معاه فقال لي خديهم ب5 جنيه. تعالوا بقى ندخل على القوطه اللي بقت ما شاء الله اللهم بارك، بقت رخص التراب، حاجه كده اللهم صل على النبي. عايزه اوريها لكم بجد، حمرة زي الورد. بصوا عامله ازاي، اللهم صل على النبي، زي التفاح كده. الكيلو ب10 جنيه، اللهم بارك. وعندك الطماطم المستويه الكيلو ب5 جنيه. يعني انت كده ممكن تنزلي تشتري شروه محترمه قد 10 15 كيلو، اللي هي المستويه ما تبقاش فيها حاجه، هي بتبقى طريه شويه بس، وتصلصيهم كده لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويبقى كده بيتك عمران بكل الخير. انا بالنسبه لي لما تكون في طماطم في التلاجة، اللهم صل على سيدنا محمد، وعندي بطاطس وعندي رز وعندي مكرونه، انا كده مستوره، اللهم لك الحمد، مش محتاجه حاجه تاني. ربنا يديمها علينا يا رب نعمه ويحفظها من الزوال، اللهم امين. جبت بقى صينيه علشان احط بقى فيها كل الخضار واوسع لنفسي. انا عندي المطبخ يعني ربنا يرحمني برحمته الواسعه ضيق جدا، فادعوا لي كده ربنا يكبر بخاطري والاقي شقه كبيره اوسع من دي باذنك انت يا رب. لان بجد الشقه عندي المطبخ بتاعها يعني بلتفت فيه كده بالعافيه، انتوا فاهمين انتوا الموضوع ده، ضيق جدا، مش بعرف اصور خالص. فبحاول بقدر الامكان اصور زي ما انتوا شايفين كده، بس الحاجه بتبقاش جايه كلها بالظبط، بس هعمل ايه، الحمد لله. بص بقى يا ست البنات، جبت كمان نص كيلو دي بسبوسه. ان شاء الله نعمل بسبوسه مع بعض باذنك انت يا رب، باسهل طريقه واحلى طريقه ان شاء الله تعجبكم. ورحت بقى جبت التومين الشهر ده، شهر 8 شهر أغسطس، طبعا التومين المعتاد بتاع كل أول شهر. جبت الزيت وجبت السكر. طبعا انت بقى بقالك فرق عيش بتشتري بيه، يا اما جبنه، بس طبعا كنت واخده جبنه بس يعني الحمد لله اتاكلت، يا اما جبنه يا اما شاي، تمام، او مسحوق، بس المسحوق اللي بيبقى مجهول المصدر مش عارفين طبعا هو ايه دوت او مصدره ايه، فانا مش بحب اشتريه صراحه من هناك. فاللي بيتبقى باخد بيه يا اما جبنه يا اما بسكوت، يا اما اللهم صل على سيدنا النبي كيلو رز ولا حاجه، بس مش اكتر من كده. ودي كانت مشترياتنا النهارده. تعالوا بقى اقول لكم الهديه او شكاره المكرونه دي جات لي ازاي، وجات لي على طريق ايه، والحاجات دي كلها. اول حاجه انا هشكر طبعا الشخص اللي جاب لي شكاره المكرونه، ربنا يكبر بخاطرك، الحاج عبد الرحمن، ربنا يسعده وربنا يكبر بخاطره. طلع طبعا جاري من بلد بابا، ربنا يرحم بابا ويسامحه ويرحم ماما يا رب. فطبعا انا عندي بيدج على الفيس، هسيب لكم لينك البيدج تدخلوا عندي وتفرحوني كده ان شاء الله، بنزل فيه وصفات سريعه. المهم معايا من القناه الاولانيه يعني، فالراجل مشكورا كان بيعمل لي لايكات ومش عارفه ايه والحاجات دي. فطبعا انا كنت بشير في جروبات البلد بتاع بابا والجروبات المجاوره حواليها يعني. فالمهم لما لقاني ان انا بشير كتير هناك، فدخل لي على الخاص عندي على الماسنجر، وقال لي انت منين، وعشان انت بتشيري في البلاد عندنا تعرفي البلاد دي منين يعني وكده. فالمهم انا قلت له انا من عيله مين وبابايا اسمه ايه والكلام ده كله. المهم من هنا قال لي ده انت طلعتي قريبتنا، انت طلعتي مش عارف جارتنا، انت طلعتي مش عارف ايه الكلام ده كله. فالمهم عرف مكاني، قال لي طب انا هعدي من قدامكم، وهو راجل تاجر ربنا يوسعها عليه يا رب ويرزقه برزق كتير. فقال لي انا هعدي وقولي لي عنوانك بالظبط وانا هجيب لك حاجه بسيطه كده. فانا قلت له لا كتر خيرك ما تتعبش نفسك والكلام ده كله. قال لي لا والله، يعني انا هجيب لك حاجه بقى انت بتحبيها. فانا متوقعتش والله العظيم ان هو يجيب لي شكاره مكرونه. ربنا يكبر بخاطرك يا حاج عبد الرحمن ويسعدك ويزيدك من نعيم الله يا رب، اللهم امين. وبالفعل جالي لحد عندي بالعربيه بتاعته ربنا يوسع عليه، ولقيته منزل لي شكاره المكرونه. ربنا يرضيك والله العظيم، شكاره المكرونه دي عندي اغلى من الدنيا كلها. كفايه ان حضرتك كلفت نفسك، كفايه ان حضرتك اهتميت وجيت لحد عندي. المهم هو عايزه اقول لكم بس لما جاب لي شكاره المكرونه قال لي انا جبت الحاجه دي علشان عارف انت بتحبي المكرونه بشاميل وكنت دايما بتعمليها، ودي حقيقه فعلا انا دايما بعمل مكرونه بشاميل. المهم في النهايه انا عايزه اقول لكم ان اي حاجه بتجبر الخاطر، والله العظيم اي حاجه بتجبر الخاطر. لو ازازه ميه كده في الحر ده طلعتيها كده لاي حد هتجبري بخاطره. يعني ازازه الميه دي لحبايبنا عمال النظافه وهم ماشيين كده، جبت له ازازه ميه كده مشبره ساقعه كده، راويتي قلبه، ربنا يروي قلبك بميه زمزم، والله العظيم بالدنيا وما فيها. جبران الخاطر ده يا جماعه مفيش احسن منه. ربنا يا رب يجعلنا من جبارين الخواطر، اللهم امين يا رب العالمين، ويزيدنا ويزيدكم من نعيم الله، اللهم امين يا رب العالمين. انا كده الفيديو خلص، بحبكم جدا جدا جدا، وبشكر كل حد بيكتب لي كلمه طيبه، وبشكر اسماء حبيبتي كل فيديو بتدخل لي، ربنا يسعدك يا سمسم يا قلبي يا قمر، كل فيديو بتدخل لي مش بتفوت فيديو صراحه، وبتدخل لي حبيبه قلبي،
ربنا يكبر بخاطرك ويكبر بخاطركم كلكم. وعايزه اقول لاولادي ربنا يخليكم ليا يا نور عينيا، دولت الداعم الاساسي في حياتي. ربنا يا رب يكبر بخاطرهم ويخلي لي اولادي واولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. معلش بقى طولت عليكم الفيديو شويه، بس حبيت اشكركم كلكم واشكر كل الناس اللي بتقف جنبي. حبيباتي الغاليين كالعاده ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك عندي في القناه لو اول مره بتشوفوني. بحبكم في الله جدا. دمتم في امان الله. اسيبكم في حفظ الرحمن واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.